السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كاسكروط خفيف ظريف، واحد الكيك حجم متوسط والملوي بواحد الطريقه سهله. ديجا كنت شاركته معكم، غنعاودو معكم فيديو مختصر. هذا الملوي راه كيجي غزال البنات، هو المعتمد عندي، كيجي مورق وناجح 100% بالنسبه للمبتدئات، ما فيه حتى شي عذاب، وواخا يكون من اول تجربه راه غادي ينجح معك ان شاء الله. تبعي فقط الفيديو. هنا بالنسبه للدقيق عندي زلافه عامره ديال الفورص، ونص زلافه ديال القمح، راس معلقه ديال الخميره ديال الدار، معلقه كبيره ديال العسل، وشويه ديال الملح. المهم الدقيق كيكون مضوبل على القمح. اللي ما عندهاش القمح سبيسيال دير سميده. المهم انا هنا من بعد ما عجنت العجينه خصها تكون هكا رطبه كما كتشوفوا البنات، ما تكونش قاصحه، تكون مرخوفه شويه، واخا ما تعطيوهاش دليك بزاف. هنا البنات غندير درت ليها الزبيته، ندير لها شويه ديال الزيت ودرتها في بلاستيكه، وغادي نخليها على اتساع بين ما حضرت معكم الكيك. بالنسبه للكيكه البنات عندي هنا 2 بيضات حجم كبير او لا على الاقل حجم متوسط، يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني خرجوهم من قبل من الثلاجه. غنضيف واحد الفانيليا، وغنضيف نص كاس فيت نص بواحد الشوي ديال السنيده، وواحد قريصه ديال الملحه. هاد الكيك راه ما صغيرش البنات، بالنسبه اللي عارفين هذوك المولات اللي عارفين دوك المحلات ديال 5 دراهم، راه كيتباعوا في مولات ديال 5 دراهم، وكيجي هاد الكيك كيجي حجم متوسط. المهم ما ديروش في شي مول كبير، باش الا درتو في شي مول كبير ما غاديش يجي لكم طالع، ديروا في مول صغير غادي يجي طالع. صافي هنايا البنات غادي نطلع البيض كما كتشوفوا حتى يضاعف الحجم ديالو، يولي اللون ديالو ابيض. غنضيف نص كاس ديال الزيت، الكاس اللي كتعبروا به السنيده تعبروا به الزيت والحليب والدقيق، كاس ديال العنبه. المهم الكاس ديال العنبه، ولكن هنا راه عندي غير نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب حتى هو يكون شويه دافي ما يكونش بارد. صافي هنايا كنخلط. انا غادي نخلط غير بالخلاط الكهربائي باش نختصر الوقت. اللي بغات دير غير بايدها دير غير بايدها عادي. هنايا عندي واحد الكاس ديال الدقيق، دقيق سبيسيال ديال الحلوى، ولكن من الاحسن تغربلو، يعني راكم عارفين في الحلوى وفي ليكيك من الاحسن تغربلو الدقيق ديالكم. صافي غادي غنخلط هكا، وغادي نضيف ساشيه ديال الكاكاو. اللي عندها الكاكاو مور هذاك ديال العبار دير معلقه. هنايا انا درت ساشيه، وغندير خماره وزن 8 غرام، خماره وحده. صافي غادي نخلط هكا كما كتشوفوا، وكيبقى عندكم ميزانكم، يعني راكم عارفين على حساب حجم ديال البيض. ولكن انايا هنايا هاد الكيك هز ليا كاس ونص ديال الدقيق، كاس ونص البنات ديال الدقيق. هاد الكيك ديال الشوكولات كيبغي يكون ثقيل واحد شويه، ماشي بزاف البنات، يكون ثقيل شويه. ملي كتكتبوا هذاك الرقم 8 كيبقى واحد شويه عاد كيختفي. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نضيف هذاك نص كاس ديال الدقيق. نص كاس ديال الدقيق ما تضيفوش دقه وحده البنات، كتضيفوه بالتدقيق وانتم كتشوفوا واش محتاجه ولا لا. صافي هنا من بعد ما غادي نخلط مزيان، اخر حاجه غادي نضيف هي واحد المعلقه صغيره ديال الخل. عندكم الخل عادي، هنا راه كما كتشوفوا على الخل عادي درتو، ديروه. عندكم خل ابيض ديروه، اللي عندكم ديروه. صافي كنخلط مزيان. في هذا الاثناء راني مشى على الفران، مني نبغي ندخلها غادي نقص عليه حتى تطلع وبانت لي نشفات. هاد الكيك راه حيت ما كبيرش، ما كياخذش وقت بزاف، ما كياخذش وقت بزاف في الفران. صافي هنا كما كتشوفوا المور راني داهنه، رشيته بالدقيق وخليته في الثلاجه هكا شويه. كندير نص ديال الخليط، وغادي نضيف شويه ديال الشوكولات. اللي عندها بيبيت شوكولا حبيبات الشوكولات ديرهم، اللي ما عندهاش ما ممكن تستغنى عليه، ممكن ما ديرهمش، هذه غير كاضافه وصافي. المهم هنايا درت واحد شويه ديال الشوكولاته، غير داك الشوكولاط العادي مربع. غادي نضيف ما تبقى من الخليط، وغادي نضيف هذاك واحد شويه الشوكولاط على الوجه. اللي عندها المكسرات البنات ديرهم كيجيو زوينين، شويه اللوز شويه الكركاع هكا تهرمشهم شويه وديرهم من الفوق كيجيو حتى هما زوينين. صافي غادي نضيف هاد شويه الشوكولاط، وغادي ندخلها مباشره ان شاء الله الفران.
وصافي. هنا البنات من بعد ما غندخلها للفران غنرجع لهداك المسمن. هنا البنات كما كتشوفوا تطلق. صافي كنديرو هكا كويرات بمساعده الزيت وغنغطي عليه ونخليه واحد 15 دقيقه على حسب الوقت اللي عندكم نتوما. المهم هنا البنات دوبت واحد شويه ديال الزبده خلطتها مع شويه ديال الزيت. عندي هنا شويه ديال الزيت وعندي شويه ديال السميده اللي ضفت لها واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه خماره. وصافي هنايا البنات غادي ناخذ واحد الكره. كنحاول هكا نسرحها من الداخل للخارج، يعني من الوسط للبرا، ما تبداوش بالجوانب، بداو بالوسط. صافي واخا تقطع معاكم هكا شويه ماشي مشكل. كنحاول نسرحها مزيان. سمحوا لي سمعتوا شي غوات هكا ديال الدراري الصغار. هنا البنات راني كنسرح غير بالزيت، ومني كنسرحها مزيان كندير ليها شويه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده وكنرش شويه ديال السميده. صافي كنطويه بهذا الشكل. انا كنطوي وكندير شويه كندهن بالزبده وكنرش السميد. وصافي هنايا البنات غادي نطويها على هذا الشكل كما كتشوفوا. وغادي انا كنسرح وكنطوي في نفس الوقت، وغنجمعها من الجوانب. هذوك الجوانب غندخلهم للوسط. وصافي غنكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. هنا البنات غنخليها ترتاح وغنرجع للكيك ديالي. غنحاول ندير هكا بالموس واحد الشرائط هكا ولا خطوط بهذا بالموس بالموس. وغادي ندير شويه صوص كراميل، نحاول انني ندخله لداخل باش ما يجيش هذاك الكيك ما يجيش ناشف. صافي غادي ندير هاد الصوص كراميل، وغادي نضيف من الفوق واحد شويه ديال الصوص ديال الشوكولاط. اللي ما عندهاش دوب غير شويه ديال الشوكولاط ودير. وهنا غنكمل البنات وندخلها للثلاجه تبرد شويه، وغنرجع لهداك المسمن ان شاء الله نبدا فيه. صافي هنايا البنات هاد كيف ما قلت لكم هاد صوص الشوكولا اللي ما عندهاش دير الشوكولاط العادي، دوب شويه ديال الشوكولاط ودير هكا خطوط من الفوق ودخلوها للثلاجه خلوها تبرد مزيان. ملي كتبرد كتجي زوينه. هنا كنرجع البنات لهداك المسمن. هنا كنحاول ناخذ اول وحده بديت بها، عقلوا لا اول وحده بديتو بها. وبالنسبه لهذوك حيت ملي كيتطلق هكا شويه كيتلصق على بعضياته، فحاولوا تباعدوا بيناتهم واحد شويه، باعدوا بيناتهم باش ما يبقاوش ملصق. صافي هنا البنات المسمن كيكون تطلاق هنا كما كتشوفوا. صافي كيجي ساهل هكا كتضربيه شويه ما كيجيش صعيب دغيا كيتطلق معاك. في هذه الاثناء راني درت المقله الثقيله تسخن. غير غادي نسرحها وغنبدا مباشره ان شاء الله نطيبها. وهنا كما كتشوفوا البنات المقله الثقيله راه سخنات. غادي نرش واحد شويه ديال الزيت، ما يحتاجش ترشوا بزاف حيت ديجا فيها الزيت والزبده. وغادي ناخذ هذيك الملويه نحطها هنايا البنات. كنحطها واحد دقيقه وكنقلبها. وصافي البنات كنبقى كل خطره هكا كنقلبها كل شويه على عافيه متوسطه، ما ديروش عافيه مجهده باش ما يتخطفش اللون وتجي طيبه من الداخل. هنا البنات انا ما غاديش نخليه يتحمر مزيان حيت ما غناكلوش ديك الساعه. صافي غير كيتحمر شويه كنحيدو حيت من بعد غادي نعاود نسخنو. غير غنحيدها في الاثناء نكون كنكون ديجا سرحت وحده. كنرش شويه ديال الزيت وندير شي وحيده صافي حتى نكملهم كاملين. هنا البنات مني كنحيدو هذاك الملوي ديالنا من على البوطه كنضربوها هكا واحد 2 ضربات. هنا كما كتشوفوا البنات ضروري تضربوها هكا بهذه الطريقه باش كيتحل معاكم. هانتوما كما كتشوفوا البنات كيجي محلول ضروري وهو سخون ضربوه بحال هكا باش يتحل. وهذا هو الكسكروت ديالنا البنات شاركته معكم. هنا بالنسبه للكيك غنقطع معكم شي طريف تشوفوا كي كيجي من الداخل. راه كيجي خفيف قطني زوين حجم متوسط. انا ما بغيتش ندير حجم كبير، راكم عارفين كسكروت كل مره الواحد كيبغي يبدل بشي حاجه، فما درتش حجم كبير درت غير حجم متوسط. كيجي زوين البنات وراه ما صغيرش
وبالنسبه للملوي راه كيجي غزال البنات والطريقه ديالو سهله، ان شاء الله تجربوه وينجح معكم. وصلنا هنا لنهايه الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. البنات اللي ما مشاركيش معايا دخلوا اشتركوا معايا فضلا وليس امرا. شكرا لكل من تابع الفيديو الى الاخير، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب فيديو جديد. بسلام عليكم.